ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنتكلم عن موضوع مهم جدا وموضوع كبير مش صغير، هو التحرش الجنسي للاطفال او التحرش بشكل عام يعني. ولكن انا النهارده هيبقى كلامي موجه اكتر للاطفال وللامهات طبعا، او الاباء، او اي ولي امر بيسمعني، سواء مدرسه، سواء عم، خال، عم، خاله، اب، ام، جد، جده، ايا يكن اللي بيسمعني. مهم ان احنا نستفيد وان احنا ننشر الفيديوهات التوعية ديت على قد ما نقدر عشان الكل يستفيد، لان مؤخرا ظهرت حوادث كتيرة جدا. طبعا اغلبنا عارف قصة ياسين، الطفل اللي كان اتعرض لاعتداء جنسي من قبل المدرس اللي كان موجود لمدة عام كامل في المدرسة. وطبعا الحمد لله يعني ان الشخص ده الحمد لله اخد عقابه واتحكم عليه بمؤبد. ولكن احنا مهم جدا ان احنا كأمهات يكون عندنا الوعي الكافي بالتربية الجنسية لولادنا. يعني انا لما ابني يسأل عن حاجة لازم ان انا اجاوبه بطريقة علمية، بطريقة دينية، بطريقة ايمانية، علشان الطفل ما يبدأش يلجأ ان هو يسأل في حد، مثلا حد غريب، او انه يبقى عنده فضول انه يسأل حد تاني. لازم اعرف ابني او بنتي ان في حدود، في اماكن خاصة، الاماكن دي عورات ما ينفعش حد يشوفها او يلمسها او يجي جنبها. كل الكلام ده مهم جدا ان احنا نعلم ولادنا من سن 2 او سن 3 سنين، من اول ما الطفل يبتدي يبقى عنده وعي. نبتدي نتكلم طبعا باختلاف المرحله العمريه، بديله على قد سنه وعلى قد اللي ممكن يستوعبه، ولكن ضروري جدا ان احنا نوعي ولادنا ان في اماكن خاصة، وان في حاجات حرام وفي حاجات حلال. وابتدي ان انا اشرح لابني على قدر استيعابه، وعلى قدر الفئة العمرية، وعلى قدر فهمه، وعلى قدر سنه، ايه اللي ينفع يفهمه ايه اللي ما ينفعش يفهمه. ولكن لازم لما ابني يسألني على حاجة ما اقولهوش عيب، وما اقولهوش ما تتكلمش، وما اقولهوش ما تسألش، لان فضوله هيخليه ممكن يسأل حد غريب، او ان حد غريب بره يستغله. فده مهم جدا احنا كأمهات يكون عندنا الوعي، لان الزمن اللي احنا بقينا فيه بقى زمن للأسف صعب جدا، فما ينفعش كده. واول نصيحة هنصحها لكل ام او كل اب، ان احنا نربي ولادنا على الحلال والحرام، مش نربيهم على الصح والغلط. قبل ما اقول لابني ده صح وده غلط، او ده عيب وده مثلا مش عيب، اقول له ده حلال وده حرام، لان الحلال والحرام مش هيبقى فيه كلام، مش هيتغير مع الوقت. لكن الصح والغلط ممكن بيتغير في الزمن اللي احنا فيه ده. حاجات كتيرة قوي ممكن تتغير عادي، الثوابت ممكن تتغير في الصح والغلط، لكن في الحلال والحرام الثوابت هنا ما بتتغيرش. مفيش بعد مليون سنة مفيش حاجة هتكون حرام هتبقى حلال، مهما حاولوا الناس اللي حواليكي يقنعوكي ان ستايل اللبس ده مش هينفع، اصل الستايل اللبس ده هو اللي احسن، يجملوا في حاجة او يعملوا في حاجة، الثوابت معروفة ان ده حلال وده حرام. فدي كده اول نصيحة معانا، ان احنا نربي ولادنا على الحلال والحرام، ونخليهم يبقوا دايما عارفين ان ربنا شايفنا في كل وقت، وان في عورات، وان في اماكن ما ينفعش حد يشوفها عشان حرام. وابتدي ان انا اربي وازرع في ابني الحته دي. طيب تاني نصيحه، لازم اكون قريبه جدا من ولادي، لازم ان انا اعمل علاقه كويسه مع ولادي، علاقه حب، علاقه ثقه، ان ابني يجي يحكي لي او بنتي تيجي تحكي لي من غير ما تكون خايفه. ان لما الطفل يتعرض لحاجه، يجي بدل ما يسال حد غريب هيجي يسالني انا، مش هيبقى خايف ان هو يجي يتكلم معايا انا. فالنقطه دي مهمه جدا، لان غالبا المتحرشين بالاطفال بيكونوا من الدايره القريبه للطفل، يعني بيكون من الاقارب، من الجيران، من الاهل، من المدرسين، من الكابتن اللي بيمرنه. يعني لازم يكون حد قريب من الطفل. فهو بيستغل النقطه دي في الطفل، ان هو هيخاف يقول لماما، هيخاف يقول لبابا، فبيبتدي يستغل النقطه دي عند الطفل. فاحنا عايزين نكسر الموضوع ده، ان لا، ابني يبقى انا صاحبته، بنتي تبقى انا صاحبتها، وهم يجوا يحكوا لي اي حاجه سواء صغيره سواء كبيره، ما يبقاش في حد ملجأ لي غيري انا. لما يبقى عايز يفهم حاجه يفهمها مني انا. طيب تالت نصيحة مهمة جدا، اني انا اعود ابني انه ما يعملش حاجة غصب عنه. يعني لو هو مش مرتاح في التعامل مع خاله، مع عمه، مع جارنا، مع صاحب بابا، مع زميلة مثلا زميلة اخوه، او ايا يكن، يعني اي حد من المقربين ليه، انا ما اغصبش ابني انه يتعامل. ابني مش عايز يسلم او مش عايز يبوس حد، ما اقولوش لا بالغصب روح بوس عمه او روح كلم عمه، او لا، انا ما اغصبش على ابني، ما جاملش حد على حساب ولادي. مهم جدا ان انا لما اجي اتكلم مع ابني
مثلا انت مش عايز ليه تتعامل مع عمه ده مثلا؟ ليه؟ طب هو خاله عمل لك حاجه؟ طب هو جارنا ده عمل لك حاجه؟ طب هو مثلا المدرس ده عمل لك حاجه؟ ابتدي افهم ابني ليه مش عايز يتعامل مع الشخصيه دي. ما اغصبهوش ان هو لازم يتعلم ولازم يسلم ولازم اجبره على اي حاجه هو مش عايزها، لان زي ما انا اجبرته الغريب برضك هيجبره. فمهم جدا كل النقط دي ان احنا نخلي بالنا مع اولادنا فيها. رابع نصيحه، لازم اعود ابني ان في مناطق خاصه. المناطق دي اللي هي المناطق العورات اللي احنا لسه اتكلمنا فيها في اول الكلام، اللي هي المناطق الخاصه عند البنت المنطقه اللي من فوق، وطبعا المناطق اللي من تحت، ومن عند الولد المناطق اللي هي من بعد السره لحد قبل الركبه. فمهم جدا المناطق الخاصه. المناطق دي احنا مش بنلمسها، محدش بيجي جنبها، ولا حتى بابا ولا ماما ولا اي حد ممكن يجي جنبها الا طبعا وهم صغننين. فماما مثلا بتشطفنا بتحمينا، لكن في سن معين خلاص حتى ماما ولا بابا ما ينفعش يشوفوا الاماكن دي او ان هم يجوا جنبها. وده مهم جدا. ما ينفعش اقعد على رجل حد، ما ينفعش ابوس حد من بقه، ما ينفعش اغير قدام اخويا، ما ينفعش اغير قدام اختي، ما ينفعش ندخل التويليت مع بعض، ما ينفعش نستحمى مع بعض. كل الكلام ده ممنوع منعا باتا، ولازم انا اعود ابني على كده من صغره علشان لما يكبر يبقى هو فاهم ان الحاجات دي خاصه ما ينفعش حد يشوفها لانه حرام اولا وبعد كده عيب. طيب بعد كده هو النصيحه اللي بعد كده، ان انا قبل ما انصح ولادي وقبل ما اعلمهم وقبل ما اقول لهم لازم يعملوا ايه ومش لازم يعملوا ايه وان كده حرام وان كده حلال، لازم انا اكون بعمل ده. اغلبيه الامهات والابهات على مختلف انواع النصايح، يعني مش بس في الجزئيه دي، لما بيجوا يعلموا الولاد بيقولوا له ما تكذبش، ما تعملش، ما تهملش، ما تزعقش، ما تعصبش. لكن الام والاب هم بيعملوا الغلطه. فالطفل هنا بيتعلم بالتقليد. انا ما ينفعش اقول لابني ما تشربش سجاير وانا بشرب، ما ينفعش اقول لبنتي ما تعصبيش وصوتك ما يعلاش وانا صوتي عالي، ما ينفعش اقول لها اهتمي بنفسك وانا مهمله في نفسي. فلازم دايما طالما انا عايزه اعلم ابني حاجه لازم انا اكون بعملها الاول عشان ابني يقلدني، لان الطفل بيكتسب الخبره بالتقليد. يعني بيكتسب النصيحه بالتقليد مش بالامر، مش ان انا اقول له اعمل كذا او ان انا انصحه. فده مهم جدا ان انا لازم اكون انا بطبق ده قدام الطفل علشان الطفل يقلدني ويعرف يعني ايه اماكن خاصه وان في حدود في التعامل مع الناس الغريبه. طيب سادس نصيحه، لازم اعلم ولادي ازاي يدافعوا عن نفسهم لو تعرضوا لاي اذى. لو انا مش موجوده، لو هو في حضانه او في مدرسه او هو في نادي او في اي مكان انا مش موجوده فيه معاه، لازم اعلمه ان هو لازم يزق اللي قدامه، لازم يصرخ جامد، لازم ان هو يستنجد باي حد حواليه، يطلع يجري يحدف اللي قدامه برمله في عينه او ان هو يضربه في اماكن معينه. يعني لازم ان انا اعلم ابني ازاي يدافع عن نفسه لو تعرض لموقف زي ده، وان هو ما يخافش ويكون جريء، وان هو يصرخ باعلى صوته، وان هو يستنجد باي حد حواليه، وما يكونش مع حد في مكان لوحديهم ابدا. لازم يكون وسط ناس. ما ينفعش المدرس يقول له تعالى معايا الحمام، ما ينفعش حد يقول له تعالى معايا في الحته الفلانيه. لازم كل الحاجات دي اكون انا معايا ابني بيها او بنتي علشان ما يتعرضوش ان هم يكونوا لوحديهم في مكان مع حد. سابع نصيحه، الرقابه الابويه، ودي بقى بند مهم جدا لكل اب لكل ام بيسمعوني. مهم جدا. الزمن اللي احنا فيه ما بقيناش احنا بس اللي بنربي ولادنا. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. دلوقتي الطفل بيتربى من الموبايل ومن التلفزيون ومن الشارع ومن النادي ومن المدرسة ومن كل حاجة، من كل مكان، من صحابه، حتى من صحابه ومن الأهل. فمهم جدا ان انا طالما انا عايزة احمي ابني لازم يكون في رقابة على الفون اللي ماسكه، على الجيمز اللي بيلعبها، الاونلاين الكتير، والاشخاص اللي ممكن يخشوا يكلموا ابني وانا اصلا ما اعرفهمش، وممكن ما يعني اشخاص وهميين وبنيك نيم وبحاجات فيك كلها. فانا مهم جدا ان انا اعرف ابني بيكلم مين، بيتابع مين، صحابه مين، بيشوف ايه، بيلعب ايه اللي موجود، الكرتون، المحتوى اللي على الموجود. طبعا الكرتون دلوقتي بيصدر معلومات غلط كلها لاولادنا. ما ينفعش ان احنا كمجتمع شرقي مسلم ان ولادنا يسمعوا الحاجات دي او يشوفوا الحاجات دي. فمهم جدا يكون في رقابة على تليفوناتهم، على المحتوى اللي بيشوفوه، حتى الافلام والمسلسلات ما ينفعش حتى الاطفال يشوفوها. يعني الحاجات اللي بتتعرض اللي احنا بنشوفها والله فعلا حرفيا ولادنا ما ينفعش يشوفوها. فمهم جدا ان احنا نخلي بالنا من كل الحاجات دي. واخيرا حابه اقول لكم حاجه يا بنات، ان احنا مش هنقدر نمنع ولادنا من الاختلاط من البشر، لازم هيختلطوا. ولكن انا مهم جدا اعلم ابني ازاي يدافع عن نفسه وازاي يحمي نفسه مع ان هو يختلط عادي، ما يبقاش عنده رهبه
من المجتمع، وان هو خايف يتعامل مع اي حد، وان هو خايف يتعامل مع الناس والناس كلها شريرين. لا، ففي فيصل مهم جدا بان انا اخلي الطفل عنده رهبة من انه يتعامل مع حد، وان انا اخلي ابني عنده ثقة في نفسه، قادر يدافع عن نفسه وقادر ان هو يحمي نفسه، او لو بنتي تحمي نفسها وازاي ان هي تدافع عن نفسها وما تعرضش نفسها لخطر، ولو تعرضت تتصرف ازاي. فمهم جدا ان احنا نوعي اولادنا، لان الزمن اللي بقينا فيه ده بقى زمن صعب جدا. الله يكون في عون فعلا كل اب وكل ام، لان فعلا زمن بقى صعب جدا، لان كمان السوشيال ميديا والنت بقوا بيصعبوا الموضوع اكتر على في التربية عموما، على الابناء وعلى الامهات والاباء كمان. فالموضوع بقى صعب جدا جدا جدا، الاولاد بقوا عصبيين جدا، بقوا عناديين جدا، كل ده بسبب السوشيال ميديا وبسبب الفون كتير والسكرول طبعا الكتير والحاجات دي كلها. واخر حاجه قبل ما اقفل، مش عايزين ندي الثقه ابدا لاي حد مهما كان الحد ده قريب، اخويا، اختي، جارنا، مدرس، ايا يكن مين اللي حوالين الطفل، ما ينفعش ندي الثقه ابدا، لان للاسف ما بيحصلش الاذى الا من المقربين. فنخلي بالنا جدا على اولادنا، لان ربنا يسالنا عليهم. وبس كده، ما تنسيش بقى دوامها وانقل. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناه وتعملي لي كومنت حلو عشان بيشجعني جدا. يلا باي.